مهنة تقطيع التلج اللي بتعتبر من أقدم المهن العبقرية اللي موجودة في الصين. تخيلوا معايا إن في ناس بتشتغل في درجات حرارة بتوصل ل 20 وممكن توصل ل 40 درجة تحت الصفر. مهمتهم إنهم يقطعوا كتل ضخمة من التلج اللي بيكون موجود على الأنهار والبحيرات المتجمدة. كل كتلة منهم بيتم تجهيزها ونقلها، بيغطوها بعد كده بطبقات تقيلة جدا من القش عشان تمنع وصول الحرارة، ويفضل التلج متخزن بالطريقة دي زي ما هو طول السنة. وخليني أقول لكم بقى إن الموضوع ده بدأ من حوالي 3000 سنة تقريبا، من عهد أسرة شانج الملكية، لما بدأت العائلات الغنية والنبيلة في إنهم يجمعوا التلج ويخزنوه في أماكن مخصصة ليه عشان يستخدموه بعد كده في الصيف. وطريقة عمل المكعبات دي غريبة جدا، فهم بيستعينوا بقضبان من الحديد وآلات بيقدروا بيها ينفذوا شغلهم بسهولة، وكمان بيرسموا خطوط متوازية على الجليد بالمنشار عشان يقسموه لمكعبات كبيرة جدا. التلج ده بقى بيستخدموه في حاجتين. اول حاجه منهم ان هم بيستخدموه في ايام الصيف، لان طبعا الصيف هناك بيكون حر جدا. الاستخدام التاني بقى واللي انا بحبه جدا ان هم بيستخدموا التلج ده ان يعملوا منه منحوتات وتماثيل كبيره جدا في مهرجان مشهور جدا اسمه هاربن، اللي بيزوروا اكتر من 1,000,000 شخص كل سنه. بتبدا الاحتفالات بيه يوم 25 ديسمبر وبيفضل شغال حوالي شهرين، يعني زي اليومين اللي احنا فيهم دول. المهنة دي بقى بتتوارث بين الأجيال في المجتمع الصيني، وتعتبر واحدة من أصعب المهن في العالم. وده مش بس عشان قوة تحمل السقعة والظروف الجوية، لكن كمان عشان التخزين والتنظيم اللي بيخلي التلج متاح للاستخدام طول السنة، وكمان قدرتهم إنهم يحولوا أبسط المصادر لمتعة وفن وإبداع. ومن الحاجات الجميلة كمان إن العملية كلها منظمة لدرجة إن كل خطوة محسوب، من تقطيع الكتل ورفعها ونقلها لتخزينها لتحويلها لمنحوتات في منتهى الجمال، وكل ده في ظروف طبيعية صعبة جدا.